ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. جايلكم بقى بالعيش البلدي. طبعا ده العيش بقى بتاعنا بتاع السحور. طبعا اللهم صل وسلم، احنا كده خلاص فاضل يوم على رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويعدها الايام علينا وعليكم بخير يا رب، وعلى امه محمد اجمعين. النهارده بقى جايه لكم بقى بحبه عيش حلوين قوي يفتحوا النفس. النهارده بقى معانا 5 كيلو دقيق. طبعا كالعاده احنا هنعمل 15 كيلو. ربنا يزيدهم بركه يا رب وخير ونعمه يا رب. كده بقى انا بنخل الدقيق البلدي بتاعي. الدقيق البلدي ده بجيبه قلنا من عند اي عطار يكون كويس واثقين فيه. تمام. انا كده بنخل ال5 كيلو بتاع الدقيق بتاعي. طبعا ال5 كيلو انا هنخلهم كلهم عشان انا عايزه اشوف ال5 كيلو يطلعوا معايا رده قد ايه. الرده اللي بتفضل معايا انا بنخلها من الدقيق عشان العيش بتاعي ميبقاش اسمر. لازم الرده دي بنطلعها من الدقيق بتاعنا. فاحنا بنفضل ننخل فيه كده لغايه ما بنحس خلاص اللي الرده ابتدت تفصل. بالظبط كده زي ما انا نخلت كل الكميه بتاع ال5 كيلو ووريتها لكم، هما دول اللي طلعوا معايا. الردة دي يا حبايبي اللي هي طالعة من ال5 كيلو، بصوا هي بيضة معايا غير اللي انا بشتريها من بره. بتبقى تفرق معايا، دي بقى بتبقى بتاعة الدقيق اللي هو ايه، اللي هو البلدي. تمام. انا جبت كده ال10 كيلو هنخلهم. لازم ال10 كيلو معايا دي اللي هم الزيرو لازم يتنخلوا. يتنخلوا ليه بقى؟ بحيث بقى لو فيهم حاجة او مركونين عندك. طبعا اللي انا جايبه شكاره كبيره هاخد منها. تمام. وزنت 10 كيلو. تمام. بس اهم حاجه هنخل الدقيق بحيث لو في اي حاجه معايا هتبان في المنخل. تمام. طلع الله اكبر مفهومش اي حاجه. تمام كده. اللهم صل على النبي. الدقيق بتاعي طلع حلو مفيهوش اي حاجه. برضو زاد التأكيد، وفي نفس الوقت ايه برضو اللي احنا بنبقى عارفين ايه اللي احنا طبعا احنا بنعمله. تمام. انا كده بنقلب الدقيق بتاعي كويس قوي. لازم انا اقلب الدقيق من تحت لفوق كده. بقلب الدقيق، عايزاه كل الدقيق كله اقلبه جوا بعضه عشان طبعا البلد تحت وانا نخلت الزيرو عليه، فانا بقلبهم كده. تمام كده كله اتقلب مع بعضه. انا هنا بقى مسخنه معايا هنا حله ميه، ومعايا هنا ب5 جنيه خميره. تمام. من ب5 جنيه خميره دي انا جايباها برضو من عند العطار. تمام. حوالي بالظبط 100 جرام. تمام. هنا برضو معايا هنا احنا بنحط لكل كيلو ملح، كل كيلو دقيق. تمام. هنحط له ايه؟ هنحط له معلقه ملح. كل كيلو دقيق هنحط له معلقه ملح. تمام. انا هنا بعمل ايه بقى؟ انا هنا عندي الميه هنا ايه، سخنه بس مش سخنه قوي. تمام. بحيث اللي هو طالع منها السقعان ويحس ان هي سخنه شويه، اللي انت بايدك بحيث اللي هي تستحملها. دي الميه هنا بحطها بجربها كده على ايدي اشوف هستحملها ولا لا. تمام. اللي معجن واعمل اي حاجه خالص. تمام. احنا هنا بنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا الميه، هندوب الخميره الاول لان احنا عايزين الخميره والميه بتاعتنا طبعا دي ايه اللي هترفع معانا على العجين قوام. فاحنا ايه طبعا احنا هنا عشان نظبط طبعا الميه بتاعتنا ونظبط الخميره والملح، فاحنا بندوب ايه هنا، بندوب الخميره الاول مع الملح، وبعد كده بننزل عليهم بايه، بالميه بتاعتنا. انا هنا برضو في ملح لقيته لسه في المجور عندي من تحت. تمام. فانا ايه قلت ايه انزل بقى بشفشق ميه واروح مقلباه كله. طبعا انت هنا عشان الملح معاكي والخميره يظبط معاكي في العجين لازم تعملي الحركه دي الاول. تمام. اللي انت تدوبيها في ميه وبعد كده تنزلي بايه بالدقيق بتاعك. تمام. انا كده دوبت كل الخميره اللي معايا. خلاص هنزل بقى بالميه بتاعتي. طب مثلا انت هتستخدمي قد ايه ميه لل15 كيلو؟ انا هنا عندي مسخنه حلتين ميه. تمام. دي الحله اللي هاخد منها. تمام. وهجيب الحله بتاعتي هاخد منها تاني. كل كل كيلو هاخد له شفشق. يعني كل كيلو دي هاخد له شفشق، يعني لتر ميه. حسب بقى العجين بتاعك انتي يعني ايه، في عجين بيحتاج ميه كتير وفي عجين ما بيحتاجش ميه كتير. الدقيق. تمام. انا كده حطيت هنا ايه ال3 شفاشق ميه. تمام. الشفشق الاولاني اللي هو بتاع الخميره. تمام. نزلت عليه ب3 تاني كده 4. كده هعمل ايه بقى؟ هنزل بقى الدقيق بتاعي. هنزل ايه يعني هحول كده انزل نص الدقيق بتاعي
ليه بقى؟ لان انا عايزه الاول امشي الميه مع العجين، خليهم يتماسكوا مع بعض، وبعد كده هنزل بالميه واحده واحده، وهفضل ايه اعجن معايا، واجيب العجين من تحت لفوق وامسكه على ايدي كده، وكاني ايه بمسك العجينه بفرمها معايا، بحيث بقى لو فيها تكلكعات، فيها مثلا ضيق من تحت، فيها حاجه، انا كده ايه بجيب العجين كله من اوله لغايه اخره. تمام. انتوا هنا شفتوا معايا كده العجينة، لقيته لسه شوية عايز تاني، قلت لا عجينه كمان لسه عايز يتخدم تاني. احنا بقى هنا بنعمل ايه، هنا بنمسك العجين بقى، بنفضل نقلب فيه كويس قوي. تمام. ونفضل نختم فيه. انا كده خلصت العجين بتاعي كله. تمام. هنا بقى بعمل ايه، بحط له طبقة كده دقيق، بحيث لو الدقيق معاكي قرب يقوم وخلاص بتحسي ان انت بتلحقيه، دي بتعمل عازل لايه للعجين بتاعك. تمام كده. انا كده ايه خلاص العجين بتاعي هدخله في مكان دافي. تمام. وهغطيه كويس قوي. وهعمل ايه بقى، جبت الرده بتاعتي، الرده بتاعتي دي كنت نخلاها تمام بمنخل سلك وركناها. تمام. الرده معاكي عشان ما تبص تيجي تعجني بيها، هقولك على حاجه حلوه قوي وما تخليش الرده معاكي تبوظ ولا سوس ولا اي حاجه. تمام. تروحي بقى عاملاها ايه، تحطيها لو في درج التلاجة عندك وتخليها عادي. انا كده مسكت الصواني بتاعتي كلها، دي الرده كانت منخوله، حطيت فيها الرده. تمام. خليت كل، طبعا انا عارفه هنا الرده بتاعتي اللي هي منخوله، فانا برش بايديا عادي ما فيش اي حاجه. تمام كده. جبت انا بقى هنا ايه، جبت خلاص العجين بتاعي قام بسم الله ما شاء الله. عملت انا ايه بقى، رحت جايبه هنا شويه زيت في طبق. تمام. وقلت ايه بقى، هقرص انا بزيت. في ناس بقى بتقرص بميه، في ناس بتقرص بدقيق، انا بقرص بساعات بدقيق وبساعات بزيت. بس انا طبعا هنا هقرص بقى، انا بفضل ساعات اللي انا اقرص بقى بايه، بزيت. الزيت بقى انت بتحسي ان انت بتعملي ايدك بيه كده وخلاص بتقرصي بيه، انت مش هتحطي زيت كتير، انت بس عشان يعمل ايه، بحيث اللي هو يدي لمعة معاكي للعيش، وفي نفس الوقت يبقى يطلع معاكي العيش مورد وزي الفل. هو اللي بيفرق يا جماعة في الدقيق كده. تمام. طبعا هنا العجينة اهم حاجة، وانت بتعجنيها تخليها معاكي عاملة معاكي زي ملمس ايدك، تقدري بحيث ان انت تعجنيها وتجربيها الاول. تمام. عشان تقدري تقرصيها. تمام. انا هنا كده بقرص كل العجينة طبعا انا هنا معايا الله اكبر عليها، يعني بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم صل على النبي، طرية وعاملة ازاي. انا هنا كده بوريكم التقريص، انا بقطع كده بايدي لقيتها كل ما بقطع معايا الله اكبر العجينة طرية. طبعا احنا في شتاء، العجينة لما تبقى طرية معاكي مش هتضايقك. لو في صيف بقى هتضايقك، هتسيح منك، مش هتعرفي تقرصي، ولا تعرفي العجينة هيسيح منك، ولا تعرفي تقرصي، ولا تقدري تخبزي. انما في الشتاء عادي، لو العجينة طارت منك مفيش اي مشاكل. كده كده احنا بيبقى في سقعة، واحلى خبيز بيبقى في الشتاء، واحلى حاجة عايزين تتعلموها والله هي في الشتاء. تمام. انا كده خلصت الصواني بتاعتي. تمام. وكل صينية رقمتها، يعني معايا صينية رقم 1 رقمتها، كل الصواني بتاعتي انا رقمتها. كده العجين بتاعي ده هخليه هيبقى معايا، هخبز بقى دول. تمام. وهعمل ايه، واروح بقى مغطية العجين بتاعي زي الاول، وهسيبه بقى في المكان ده في عندي جوه. بصوا انا رقمت معايا هنا رقم 1 و2، علشان اول واحدة انا رقمتها هبدأ معاها في الخبيز بتاعي. تمام. يبقى احنا عارفين الصواني بتاعتنا اللي مترقمة في الاول. تمام. انا كده مولعه الفرن بتاعي طبعا على اعلى حاجه، وجبت بقى الحته بتاعتي مسحت بيها الفرن. لازم احنا هنا معانا مسخن الفرن ومعلين البلاطه، بنسخن معانا الفرن عشان طبعا البلاطه تبقى معانا لو فيها اتربه او اي حاجه. طبعا احنا لازم بنرفع البلاطه الاول على النار وخلاص، وبنمسحها وخلاص. على كده انا جبت هنا معايا كوبايه رده. تمام. على كوبايه دقيق خلطتهم. طبعا ده انا هرش بيها بقى تحت الرغيف الاول. هنقول بسم الله وهنبتدي بس نرفع الرغيف كده من على الصينيه. ركزوا قوي في دي، سهله قوي في رفع الرغيف. بسم الله ما شاء الله عليه، بيكبر معايا وبيلف الله اكبر.
يعني انت بس لو لسه بتتعلمي خديه على ايدك وحطيه على المطرحه على طول هيلف معاكي. اللهم صل على النبي. بصوا الرغيف مركب، بس بلف المطرحه وبلف ايدي الله اكبر بيلف معايا على طول. بصوا حبايبي دي طريقه الرح معانا سهله قوي، هنلف ايدينا والرغيف بيلف معانا على المطرحه، دي سهله قوي. طبعا كده هنرمي طريقه الرغيف دي الرميه سهله قوي وبسيطه كده. احنا رمينا العيش في الفرن طبعا. وهنا هنعمل ايه بقى؟ هنجي ناخد هنا الرغيف بتاعنا. بصوا الله اكبر كده، ارفعي على ايديكي ولفيه. طبعا هو بيلف هنا، انا بحب اكبره شويه على ايديا. بيلف معاكي ازاي؟ سهل قوي وبسيط. يعني انت الرك بس ما حطيتي على المطرحه وتاخديه كده وتلفيه. دي طريقه الرح حلوه قوي وسهله وبسيطه وتقدري تتعلميها، حاجه كده يعني خفيفه قوي تقدري تتعلمي فيها في الشتاء. بص الله اكبر الرغيف وقت ما بيلف معايا بيلف على طول كده. احنا فتحنا الفرن الرغيف طلع معايا اللهم صل على النبي. بصوا عامل ازاي، ايه بيبقوا زي الفل. احنا كده لفيته، حسيت اللي هو لسه على جنب شويه تمام، ورحت مطلعاه خلاص. الله اكبر. بصوا العيش معايا كله عامل ازاي، كان بنفس الطريقه دي. الرح معاكي سهله قوي والعجينه طريه معاكي، بترحي كده بنفس الطريقه وسهله معاكي تقدري تلفي فيها تمام. وطريقه الرح سهله قوي وبسيطه. انا هنا بظبط بس زوايا العيش عشان يطلع معايا حلو. انا رميت دي طريقه الرح وطريقه الرميه في الفرن، حاجه سهله وتقدري تعلمي فيها كده. حبايبي انا ركزت لكم قوي في الرح، اللي عايز يتعلم اللي هم عايزين يتعلموا حبايبي اللي هم عايزين يتعلموا في البيت، انا كده ركزت له قوي في طريق الرح. بصوا الرغيف الله معايا كده بيكبر معايا على المطرحه على طول. يعني ارك بس بلف ايدي وبلف المطرحه بيلف معايا. بصوا لو معايا بقى مطرحه كبيره الرغيف هيديني كمان طبعا وهيبقى اوسع على مطرحه. بس هو الله اكبر على المطرحه دي معايا مظبوط وحلو. بص الرغيف كله طالع من اللي معايا في الفرن كله قابب، والعجينه في نفس الوقت طالعه معايا طريه وحلوه، فكده مخليه العيش معايا طالع حلو وشكله جميل. فانت بقى هنا طريقه الرح معاكي سهله وطريقه الرمي معاكي في الفرن سهله قوي. حبيت اركز لكم فيها قوي عشان اللي عايزين يتعلموا يقدروا يتعلموا بسهوله. هنا الحاجه بتبقى خفيفه وتقدري تعمليها في البيت. بصوا حبايبي هنا العيش الله اكبر، كل العيش اللي معايا اللهم صل على النبي بيطلع قابب معليه النار. اللهم صل على النبي. بصوا يعني مش عايز كلام. انت جربي بقى كده في 5 كيلو وجربيهم وشوفيهم هيطلعوا معاكي عاملين ازاي. هنا كمان هوريكم برضو ازاي ترفعوا الرغيف من على الفرن من على الصينيه، سهل قوي وبسيط. هتاخديه كده على ايديكي وتلفيه شويه. طبعا هو الرغيف وقت ما بيلف على ايدك بيكبر، بس انت لو لسه بتتعلمي اعمليها بس كده حاجه بسيطه وهتجربيها تلاقيها الله اكبر بتلف معاكي على طول. هنا الرغيف بتاعي بيلف معايا على المطرحه، دي طريقه الرح الناس اللي كانت عايزه تتعلمها سهله قوي تمام. هنا كده معايا الرغيف بسم الله ما شاء الله عليه. يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك في القناه عشان تشرفيني وتنوريني في قناتي. انا بحبكم جدا في الله، يا رب تكونوا انتوا بس بحالة كويسة واشوفكم على خير وكن شهر سعيد عليكم يا رب وعلى أمة محمد أجمعين. أنا بصوا الله أكبر العيش مورد معايا وعامل ازاي طري. بصوا وأنا في نفس الوقت الكمية ما خدتش معايا وقت والعيش الله أكبر طالع معايا كله مورد. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد طبعا، واللايك للفيديو والمتابعين. أنا بحبكم جدا في الله، يا رب اكون بفيدكم على قد ما بقدر. يا رب تكونوا الفيديوهات اللي انا بنزلها اكون بتستفادوا بيها. والله بعمل لكم يعني دايما الحاجات اللي اقدر تستفادوا بيها. لو عجبك بقى الفيديو يا ريت تعملي باللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بسم الله ما شاء الله عليه. كل الكميه اللي معايا دي 15 كيلو وكمان طلعنا منهم. يعني بصوا ظهر الرغيف بسم الله ما شاء الله حلو، وفي نفس الوقت بصوا طالع كل العيش عامل ازاي الله اكبر عليه. كل 15 كيلو عملوا معايا كده وكمان اكتر. وبشكر الناس الجديدة اللي دخلت نورت لي وشرفتني في قناتي. انا جدا بحبكم جدا في الله، ويا رب اكون بفيدكم على قد ما بقدر. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، واللايك للفيديو. كل سنة وانتم طيبين ويعودها الايام علينا وعليكم بخير يا رب دايما. واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.